بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. موضوع الفيديو النهارده لازم ننزل. قبل ما نناقش الموضوع مع بعض وندخل في الموضوع مع بعض، هحكي لكم قصة صغيرة جدا هناخد منها عبر كتير. كان في احد الحكماء زمان بينصح ابنه 3 نصايح، بيقوله لازم تعمل ال3 حاجات دول وما تنزلش عنه. فابنه قال له هما 3 حاجات دول يا أبي؟ قال له لازم تاكل أحسن الطعام أو أفضل الطعام، ولازم تنام على أفضل الفراش، ولازم تسكن في أفضل البيوت. فالابن قال له والده إحنا فقراء. قال له لو أنت كلت الحاجة اللي موجودة معاك وأنت جعان وشبعت، يبقى أنت كده كلت أفضل الطعام. ولو انت نمت بعد يوم شاق جدا وعمل شاق جدا ونمت نوم تعبان، فهتنام في اي مكان، فانت كده نمت على افضل الفراش. ولو انت عملت معروف بين الناس، فهتسكن في قلوب الناس كلها، وبكده انت سكنت افضل البيوت. هناخد الجزئية الاخيرة من العبرة في القصة دي، ان انت لو عاملت الناس بمعروف هتسكن في قلوب الناس كلها، ودي افضل بيوت ممكن نسكن فيها. وده موضوع الفيديو النهاردة. لازم ننزل المناطق اللي احنا عايشين فيها كلها، ونشوف الناس اللي حوالينا ومحتاجة مساعدة ومحتاجة ان احنا نقف جنبهم ونساعدهم ونكون في ظهرهم. المساعدة هنا مش لازم تكون مساعدة مادية أو مساعدة أكل أو مساعدة أي نوع من أنواع المساعدة اللي هي العينية. لا، في مساعدة تاني كتير. يعني أنا لو نازل الشارع وشفت طفل صغير محتاج إن هو يعدي الشارع فعديته، دي مساعدة. أنا لو نازل الشارع وشفت مجموعة من الناس الغلابة قاعدين محتاجين كلمة حلوة مني أو من غيري، دي مساعدة. أنا لو نازل الشارع وشفت طفل أو شفت حد محتاج إن هو يتعلم حاجة قراية أو كتابة وساعدته، دي مساعدة. أنا لو نازل الشارع وشفت حد في المنطقة عندي محتاج أي حاجة، أجيب له حاجة، أساعده وأشيل معاه حاجة، دي مساعدة. ناس كتير فاهمة إن أنا أساعد الناس إن أنا أديله فلوس أو أجيب له أكل أو أجيب له لبس. ممكن تساعد اللي حواليك بكلمة حلوة، دي هيكون ليها أثر نفسي عليه أكبر بكتير من إنك تديله فلوس. زمان كانت الحياة أبسط من كده بكتير، لأن كان في تعاون بين الناس في المنطقة، كان في حب بين الناس في المنطقة، كان في قرب بين الناس في المنطقة، كانت الناس قريبة من بعضها جدا بطريقة كنا نحس إن المنطقة كلها عيلة واحدة قريبين من بعض. ده اختفى حاليا، كل واحد انشغل بالهم اللي عنده، كل واحد انشغل دوامة الحياة اللي احنا عايشين فيها، فنسينا واجبات الجار، نسينا حق الجار علينا، نسينا ان احنا نكون في سند وفي ظهر الناس اللي حوالينا ومعانا في المنطقة. لازم ننزل كأطباء، كمدرسين، كأي حد عنده حاجة ممكن يفيد الناس اللي في المنطقة عنده ونساعد الناس دي. لازم الدكتور ينزل المنطقة اللي هو ساكن فيها ويشوف الناس اللي محتاجة مساعدة وظروفها ما تسمحش ان هي تروح لدكتور ويساعد الناس دي. لازم المدرسين ينزلوا المنطقة اللي هم عايشين فيها ويشوفوا الطلبة الكتير اللي هم في المنطقة الأيتام واللي ربنا يعلم بحالتهم ويساعدهم. حضرتك لما تكون مدرس أو دكتور أو عندك أي نوع من أنواع الخبرة اللي تفيد بيها المنطقة عندك، واشتغلت على الجزئية دي في المنطقة عندك، أفضل بكتير من إنك تبني مكان يعيشوا فيه. انك تبني نفس كمدرس او تبني مستقبل طفل كمدرس مش قادر ان هو يروح ياخد دروس او يروح سنتر تعليمي ياخد درس هناك، دي ليها معنى كبير وليها اجر كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. انزل المنطقة شوف الناس اللي حواليك، انزل المنطقة شوف الناس اللي محتاجة مساعدة، انزل المنطقة شوف المنطقة اللي انت عايش فيها محتاجة ايه. مش لازم كلنا نعيش ونقول نفسي ثم نفسي، لازم كلنا ننزل ونعمل الموضوع ده في كل منطقة عايشين فيها. صدقني هتحس انك عايش في جنة.
لما تنزل تشوف مشكلة في الشارع انت والجيران وتحلوها مع بعض، هيكون ليها اثر كبير على المنطقة. لما تنزل انت وجارك تشوف واحد معاك في العمارة ظروفه ربنا يعلم بيها ومش قادر يتكلم او تحسبهم اغنياء من التعفف، وتساعد الناس دي ليها معنى كبير. خبط على جارك وشوف هو محتاج ايه، خبطي على جارتك وشوف هي ظروفها ايه، خبطوا على بعض واعرفوا بعض عن قرب اكتر من كده بكتير. احنا وصلنا لمرحلة ان احنا في ناس والله العظيم عايشة مع بعض في عمارة واحدة وما يعرفوش بعض. كل اللي يعرفوه ان في واحد ساكن في الشقة كذا في الدور كذا بس، لكن يعرفوا عن بعض ايه؟ مفيش. ده مش تدخل في خصوصيات بعض. نفسي نرجع زي زمان ان العمارة كلها تبقى عيلة واحدة يشاركوا بعض في احزانهم قبل افراحهم. لازم كلنا ننزل ونشارك بعض في كل حاجة حلوة وكل حاجة وحشة. لازم كلنا ننزل ونطور من المكان اللي احنا عايشين فيه بايدينا. ما نستناش لا حكومة ولا حي ولا مسؤول ينزل عندنا ويصلح لنا المكان اللي احنا فيه. ما نستناش ان الحي ينزل او الحكومة تنزل وتطور لنا المكان اللي احنا فيه. لا، المنطقة اللي احنا عايشين فيها دي منطقتنا احنا، ده بيتنا احنا اللي احنا عايشين فيه، دي مرايتنا اللي احنا لازم نشوف نفسنا فيها. لازم كلنا ننزل ونعمل اللي مطلوب مننا مع بعض. لازم كلنا ننزل ونساعد بعض، لازم كلنا ننزل ونرفع من معنويات بعض حتى لو بكلمة حلوة. مش لازم تدفع فلوس، مش لازم تجيب أكل لحد، مش لازم تجيب لبس، تساعد بأي حاجة. ممكن تساعد بكلمة حلوة زي ما قلنا قبل كده. لازم كلنا ننزل عشان كلنا نبقى عيلة واحدة ونبقى قريبين من بعض، ويكون وضعنا أفضل من الوضع اللي احنا فيه حاليا. نزلنا عشان مصلحتنا، نزلنا عشان ولادنا، نزلنا عشان نبني جيل أحسن من الجيل اللي احنا شايفينه الأيام دي. أتمنى تكون رسالتي وصلت للجميع، ولازم كلنا ننزل عشان نوصل الرسالة دي لبعض ونساعد بعض إن احنا نعدي لبر الأمان مع بعض. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش لازم كلنا ننزل.